السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا في واحد الوقت كلشي كيتفضح امام العيون ديالنا، وهاد الحكومة المبروكة اللي عندنا في هاد البلاد ما قادرة دير والو، ما قادرة دير والو. كنشوفوا المجمعات السكنيات كطيح، كنشوفوا العمارات كتهود، كنشوفوا بزاف ديال الامور، كنشوفوا الرشوه بالعلالي، كنشوفوا بزاف ديال الاشياء، والحكومه ما قادره دير والو، سكتة ضربة الطم. دابا حتى ولينا نشوفوا اليد العامله اللي كتعرض للحقره في المغرب كما كتشوفوا هاد البيت. دابا بربي هاد البنت اللي خرجت من مدينه طنجة 1700 درهم ووضحت داكشي ديال اللي خصو الخدمه. يتوضح، وكاينه شي حوايج اختار ما قالت هاد البنت اللي غندكروا في هاد الفيديو. غادي يكون قنبله وغادي يكون فضيحه وعار على وزاره ديال الشغل. هادشي اللي قالته في هاد البنت. قبل ما ندخل الموضوع من هذا الموضوع، والله الا كنحيي هاد البنت. هاد البنت هادي ولدوها الرجال وربوها الرجال، لان في حاله قلالين اللي غيخرجوا يقولوا لان المعامل والشركات اليوم باش معمرين عيب البرقاقه والقواده والحسرفه، باش نقولوها بصراحه. راه حتى واحد ما كيقدر كيتكنى وصل له العظام، كتجبر بزاف وصل من العظام، مهضومين من جميع الحقوق ديالهم، كيصدعوش يهضروا. ضرب الطم قال لك تما كناكل طريب د الخبز، وراه الخبز عينا ما ناكلوها، راه الخبز كناكلوها وكنمشيو نحطوها في الطواليطات. فين هي الحقوق؟ فين العيش الكريم؟ فين الكرامه؟ فين هو السكن؟ فين هو سير وسير وسير وسير؟ راه مع الاسف راه حنا الشعب هما اللي خلينا البلاد ترجع للور. التصرفات ديالنا، الهمجيه ديالنا، بالثقافه اللي ما عندناش. لان علاش كجبار الباترونيس كتحقروا على العمال كيف يبغوا، مو العمال طيحنا على التبرقي بعضيتهم التحسرف والسجود والركوع مع الاسف.